أول خطوة هنا إننا نبعد عن الأمور المملة، يعني قبل ما نكتب الرسالة نفكر الأول بإنها تكون بطريقة كده مختلفة، بلاش زي ما قلنا إن إحنا نتوقع رد فعل الشخص ده طبعا لما يقرأ. يعني ببساطة كده نكتب اللي حاسين بيه وبس، ونركز كمان نقول هنكتب ايه وما نكتبش ايه، وايه اللي ينفع يتكتب وايه اللي ما ينفعش ان احنا نكتب. تكون بطريقة كده جذابة ومشوقة ومش مملة علشان ما يزهقش انه يقراه، والافضل انها تكون باسلوب كده خفيف ومرح، ونبقى عارفين الكلام اللي هنقوله ده هيتقبل صدر رحب مهما كان الكلام اللي بنقوله. فبلاش بقى نكتب ازيك عامل ايه والكلام اللي احنا عارفينه النمطي ده. ممكن نبتدي كده بحاجة بسيطة زي حاجة هو يكون بيحبها، زي الكورة مثلا، شفت ماتش النهارده كانت النتيجة عاملة ازاي او كانوا بيلعبوا ازاي، وحاجات زي المثال ده. تاني خطوة بقى بلاش اسلوب الرسائل المباشرة، نحاول قدر الامكان ان احنا نتفادى فكرة السؤال المباشر اللي هي الاسئلة الصريحة، يعني علشان طبعا ما ياخدش الموضوع على انه تحقيق معاه بيرفض انه يجاوب. نخلي دايما الكلام سواء كان طلب او استفسار عن حاجة معينة يكون في جملة كده بسيطة تلقائية، مش شرط طبعا ان يجاوبنا من اول مرة. يعني لو مثلا عايزينه يتعرف على اسرتنا اكيد مش هنقول السؤال ده بشكل مباشر، ممكن نقول اخويا والله الحاجة دي عايز يشتريها ولكن هو ما عندوش خبرة وانت عندك خبرة في الشيء ده، ونقيس على المثل ده حاجات كتير مماثلة. تالت خطوة هنا مهم جدا ان احنا نحط حدود واضحة في كلامنا، نخلي بالنا ان احنا ما نتلفظش اي الفاظ ممكن تقلل من نفسنا قدام نفسنا وقدام. يعني واحنا بنيجي نكتب الرسالة كده بلاش نقول اي كلام يوصل للطرف التاني تلميحات او ايحاءات ايا كان، انه يترجم الكلام ده ويفهم معناه غلط، او حتى موشن او شكل يفهم ان احنا نيتنا سيئة فياخد العلاقة كلها في اتجاه او بتفكير مختلف. فتخيلوا كده معايا الرسالة اللي انتوا بتكتبوها ممكن تكون سبب في اشتياق الشخص ده فعلا لينا، ويبان تعبيرات اعجابه او حبه بينا، لان الرسالة الكويسة بتسيب ذكرى او خلطة كويسة كده في عقلنا. فكل كلمة بنقولها بتعبر عن مشاعر، مش لازم هنا ان احنا نكون شعراء عشان اوصل احساسي لشخص ما. جربوا كده النصايح اللي قلتها لكم، فكروا بقى انتوا كمان باسلوبكم الخاص عشان تكونوا دايما مبدعين. ما تنسوش بقى تقولي لي رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير.